الحج، ليه ما نعملش الحج بالميتافيرس؟ ليه ما نعملش الحج اونلاين؟ يعني نعمله بالزوم بقى كده، والحاجات دي الحاجات تطورت. ليه لازم نروح نلف حوالين لميس الحديدي وأثارت الجدل بالكلمة اللي طلعت قالتها: احنا ليه ما نعملش حج او عمرة عن طريق الميتافيرس او النت؟ تعالوا نعرف التفاصيل مع بعض في فيديو النهاردة. اهلا بكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، دعمكم هيشجعني اني اكمل. طلعت الإعلامية المعروفة لميس الحديدي ويظهر كده انها ابتدت تخرف، وقالت احنا ليه ما نعملش الحج او العمرة بالميتافيرس او الاونلاين؟ الدنيا اتطورت، مش لازم نروح نلف حوالين الكعبة بنفسنا، احنا ممكن نعمل ده واحنا قاعدين في بيوتنا. اولا يا ست الناس، ما اسمهاش نروح نلف، اسمها الطواف، ده اولا. ثانيا الميتافيرس، لو انتوا لسه او في حد ما يعرفش يعني ايه الميتافيرس، الميتافيرس هي تقنية جديدة بتلبس نظارة وبتبقى زي في عالم افتراضي، بتكون لنفسك الشخصية اللي انت حاببها مع الناس اللي بتحبهم مع الاماكن اللي انت عايزها، وبتعمل كل ده وانت موجود في مكانك بالتقنية دي بالنظارة دي. واول حد اصدر النظارة دي للاسواق هي شركة ابل، بس مش بنفس التقنية اللي المفروض تكون عليها في الميتافيرس الحقيقية او الميتافيرس الاصلية. طيب يا ست الناس، لما الناس تطوف حوالين الكعبة عن طريق النت واونلاين والكلام اللي حضرتك قلتيه ده، اللي اقل ما يقال عليه ان هو هزي على الفاضي. لو النت قطع الناس تعمل ايه؟ علاقة ربنا بالناس هترتبط بالنت؟ مش كفاية العلاقات الاسرية كلها اتفككت بسبب النت؟ كمان علاقة الناس بربنا على اطهر مكان في الارض انت عايزة تخليها اونلاين او تخليها عن طريق الميتافيرس؟ لا، التقنيات الحديثة اللي حضرتك بتتكلمي عنها ما تنفعش خالص مع علاقة العبد بربه. حضرتك الكلام اللي انت بتقوليه ده اسمه تخريف، حضرتك بتهزي على الفاضي، بتهبدي باللغة اللي بتتكلموا بيها دلوقتي. يا ريت تخلي افكارك لنفسك وابعدي، انت زي ما انت بعيد انت وغيرك والوسط بتاعك عن ربنا، ما تفتوش في كلام ما ينفعش ان هو يتقال. مش كمان الناس هتطوف وهتطلع؟ طب ورمي الجمرات حضرتك هيرموه ازاي اونلاين؟ جبل عرفات هيطلعوه ازاي اونلاين؟ حضرتك تقدري تشرحي لنا فكرتك المهببه دي؟ بجد احنا تعبنا منكم كلكم كوسط، فعلا ما فيكوش حد عليه العين، عرتونا وكسفتونا، وفيكوا كده حبه عايزين يروحوا على العباسيه يتعالجوا. ارحمونا من افكاركم وارحمونا من كلامكم، احنا مش ناقصينكم. وابعدوا عن علاقة الناس بربها، ابعدوا عن معتقدات الدين والأساليب اللي الناس بتعبد بيها ربنا، مش حتى الحج والعمر هتتدخلوا فيه. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك للقناة، دعمكم هيشجعني اني اكمل، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.